صباح الورد والفل والياسمين. هعمل معاكم النهاردة حاجة حلوة أول مرة نعملها مع بعض. هنجيب دلوقتي ربع كيلو دقيق سبونج، وهحط عليها شوية فانيليا، 3 بيضات، معلقة من الخل، وربع كوباية مية، وهنضربهم بالمضرب اليدوي حوالي تلت ساعة متواصلة. معلش نستحمل كده شوية. لو عندنا عجان طبعا مش هياخد معانا 10 دقايق في العجان. هنضرب كده بالمضرب اليدوي لحد ما القوام يبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى القالب بتاعنا، هنحط فيه ورق زبدة، وبعدين نصب الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين. تمام كده. هنفرده بقى، نحاول نفرده علشان يكون نفس السمك. بالطريقة دي تمام كده. وبعدين ندخله الفرن بتاعنا حوالي 15 دقيقة، من 11 دقيقة ل 15 دقيقة كده في الفرن. دلوقتي هعمل الكريم شانتيه، كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليهم معلقتين سكر بودرة. حطيت كوباية كريم شانتيه كمان، لقيتها هتبقى قليلة فقمت مزودها كمان كوباية. دي كوباية مية متلجة فيها تلج اهو زي ما انتوا شايفين، وهحط كمان كوباية بس ما اشتغل شوية. يعني كل كوباية كريم شانتيه عليها كوباية مية متلجة او لبن اللي انتوا تحبوه، بس انا شايفة الافضل بتبقى المية مع الكريم شانتيه بتكون افضل. تمام كده. الاسبونج طلع قدامكم تمام كده. هنحاول ان احنا نغطيه اول ما يطلع عشان ما ينشفش، وقمت قلباه اهو، وشلت ورق الزبدة اللي عليه، ولفيته رول زي ما انتوا شايفين كده علشان نعمل السويس رول بتاعنا. لفيته اهو لفة حلوة، ودخلته الفريزر شوية، وبعدين طلعته وفردت عليه الكريم شانتيه اللي احنا عملناه. طبعا عايزين تحطوا صوص فراولة او صوص شوكولاتة عادي جدا. كده فردت عليه الكريم شانتيه، وبعدين هبرومه تاني زي ما كان، وهدخله برضو الفريزر بتاعنا شوية. تمام كده، واحدة واحدة علشان نعرف نطلعه من ورق الزبدة. تمام كده.
هجيب ورق زبدة، ورقة تانية نضيفة، وبعدين هلفها بالطريقة دي. هندخلها بقى الفريزر ساعة كده، وبعدين نطلعها. تمام، طلعت اهي. هجيب بقى الكريم شانتيه، ونبدأ ان احنا نجلس السويس رول بتاعنا. نغلفه كله بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين. عايزين بقى تحطوا عليه صوص شوكولاتة، عايزين تحطوا صوص فراولة، براحتكم خالص بالطريقة اللي انتوا تحبوها. تمام كده. هنجيب بقى ايه، مسطرة بتاعت عيالنا، هنستلفها منهم، وبعدين نجلسه بالطريقة دي، نساوي الكريم شانتيه بتاعنا. واحدة واحدة نقلتها اهو. نجيب بقى صوص شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، وتحاولوا ان انتوا تزوقوه بالطريقة اللي تريحكم في كيس حلواني. وبدأت ان انا امشيه كده على الكريم شانتيه. طبعا التزيين دوت حاجة ترجع لكم انتوا، كل واحدة بقى تزوق بالطريقة اللي تريحها وبالامكانيات اللي موجودة عندها. تمام كده. يلا، كل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا، واشوفكم الحلقة الجاية. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لي لايك وشير، وتعملوا اشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي. Not your baby